مساء الحب والأمل. هذا كسيب بن علي بن محمد بريك القرطاجني الأمازيغي من منفاه البريسية المؤقت يحييكم ويشد على يديكم كالعادة. نشاهد في صور رائعة وفتانة وجذابة وجميلة ومشرفة للزي للدرك وقوات المخزن في المغرب، وجمال ورونق الزي العسكري والهندام متاعهم واخلاصهم الزي رائع. يعني تقول امريكان الدولة المغربية او المملكة المغربية تصرف كثير من الاموال من اجل الهندام قوات القمع والاهانة والاذلال والقوات المرتزقة التي تخدم سلالة العرب في المغرب. العرب في المغرب لا يمثلون سوى 0.0000000 لا شيء. العرب في المغرب هم منحصرون على عائلة الملك، هم هاشميون محمديون قحطانيون عرب، هم الذين يحتلون البلاد، والجنود والدرك والبوليس والعسكر المغربي هم كلهم أمازيغ، لكن مستعربون ومسلمون في خدمة الملك. ورأيتم ما شاء الله يضربون البنات طاف ثم بالأرجل ركنا وبالبروتكان هذه العسكرية طاف يضرب راجل عمره 50 سنة أضرب، ويتفننون في خدمة الملك العربي، في خدمة المني والنسل القحطاني العقبوي الموسوي بن نصير الذي نكح بنات المراكش، نكحهن نكاحا لم تعرفه البشرية. وهذه رقعهم تشهد على أن أمة محمد جاءت إلى المغرب الأمازيغي الأفريقية لتنكح نسائها بمئات الآلاف. نكحوا جداتكم يا ابناء القحبة، يا الزوامل، يا عطايا، يا شفارة، لتضربوا في ولاد شعبكم. دافعوا على زب الملك اللي في الطبون السوة الرب متاع يمة الرب متاع يمة أبوك العطاي النياك. الإسلام أرنني ممنوع من رب شمال أفريقيا. سنمنع الدين رب هذا الدين القذر والعرب الذين جاءوا به، لا سلمية ولا رب محمد. محقوا هذه الدولة المخزنية العربية المسلمة العاهرة الموالية لقطر بعد أن والت للسعودية ثم ترجع لتوالي السعودية في إطار التلاعب الدولي بطباب نماتكم يا المغاربة المستعربون والمسلمة. الزفزافي يموت، الزفزافي يتحرق، لأنه يتقال لك الملوكية وما مش ضد الملوكية، وإحنا عرب ونحن إسلامية والعرب مش الإسلامية. إحنا هذا رب الإسلام دخل بالسيف كما نكح عقبة وموسى بن نصير نساءكم. تنكح بناتكم اليوم في قطر، في السعودية، في الإمارات، في باريس، في أمريكا، واليوتيوب عامر برب الطباب المغاربيات من تونس والجزائر ومن كل رب، خاصة من المغرب بفضل هذا المأبون الملك العربي المسلم. قال لك يروف علينا والملك ما لم يرى ولم يسمع. أنا شاهد في مشاهد مروعة، اعتداء على صبايا صغار 20 سنة و17 سنة يضرب بهم الله أكبر الداعشي العربي الإسلامي المحمدي. الغوة على وجوه كل الذين ما زالوا يتشبثون بإسلام المغرب وبعروبته. يا زوامل تضربوا فولاد شعبكم قد دافعوا عن الملك ضرب متوحش يشفي غليلكم وحقدكم على الأحرار الأمازيغ. إخوتكم في الدم يا ولاد القحبة. شو يا درك متاع يا جيش يا حرس يا قحاب المغرب الكل، شوفوا الأديان ولا شوفوا الأديان متاع ربكم تلقاوها مزيغي. العرب أبيدوا في معركة الأشراف عام 741 ميلادي هجري، أبيدوا. لم يعد هنالك عرب في شمال افريقيا، ما بقي الا دينهم
والعلم كفيل بإنهاء هذا الدين. عن قريب سيتزرع رأس ميت في رأس حي، فسبحان الإنسان يخرج الحي من الميت والميت من الحي. فعلى الإنسان في القرد موجودة ونجحت، والكلوناج يعني يخلقون نفس الدابة من الدابة، تخرج ملتيبليكاسيون، يعني المعزة وشفتوها ولا الخروف بولي ولا بوبي ولا محمد صنعوا منه آلاف بطريق في نفس الشكل. يعني محمد 6 متاع ربكم يخلقوا من ربه 600,000 واحد، يعملوا لكم 6 ويقتلوا لكم واحد ويطلعوا لكم واحد. الملك إلى الأبد. رضيتم بالملوكية إلى الأبد؟ لا لا، الملك نحن حاشا الملك، حاشا الملك. رب الملك هو رب المقلة، وهو ياكل في ربها المقلة وحده، المستكرش والمفترس. هلا في السعودية عندهم دب داشر، وانتم عندكم انتم عندكم في المغرب عندكم دبين. هذا هو في بحده فيه زوز دبوبة ويلبس زوز سراويل ربوت الماء. شبع بدمكم بلحمكم وبشرف بناتكم وبخيراتكم. جبال من الذهب وجبال من الفوسفات وخيرات رائعة في المغرب، والشعب المغربي من أفقر الشعوب في العالم. أنا أشوف النساء المازيغيات تحمل أطنانا من الحثالة فوق رؤوسهم ويمشوا المليليا، قطعان من الفقر، ويتيحوا وسقطوا في القاع. مشهد متاع يوم قيامة كلهم هذا في المغرب لأكل قليلا من الفتات. الشعب الملكي سوف يقطع رأسك ورأس خليفتك وخليفة خليفتك، وستقطع نسلكم من المغرب كما قطع نسل الفاطميين في مصر. أبيدوا آل محمد، أبيدوا في مصر. آخر آل البيت اللي جاوا من تونس واختاروا في مصر أبيدوا بعد قرنين موجود في مصر، أبيد نهائيا. وأبادهم، قرر إبادهم هو صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي قال عزل النساء على الرجال يا أبد الأبدين، فانطفأوا. لم يقتلهم لآل البيت، لكنهم انطفأوا، لم يتكاثروا كما تكاثرت الجرذان المسلمة في بلادنا. لا وجود للعرب في بلادنا. في معركة الأشراف في بتينا في الجزائر راحوا 30,000 من بني أمية، و40,000 من أشراف العرب، 70,000. قفي تغرمي الأولى من اللحظ عصبتي.